ايه الزيطه اللي في الشارع دي؟ هتكون ايه يا ماما؟ تلاقيها زفة عريس. تعالى يا حمدي يا ابني، تعالى شوف العربيه الكبيره دي اللي داخله الحاره. فعلا دي عربيه ملاكه كبيره قوي. يا ام الهام، يا ام الهام، ايه الحكايه يا اختي؟ عقبال امالتك يا اختي، دي عربيه متولي. متولي مين؟ متولي اللي كان بيلم فاصل فاكهه من السوق جنبنا. انت بتقولي ايه يا ام الهام؟ والنبي زي ما بقولك، ابو الهام بيقول انه بقى غني قوي دلوقتي. متولي اللي كان حافي وكل اللي في الحاره بيحن عليه. ايوه يا اختي، ابو الهام بيقول انه جاي يشتري الارض الفاضيه اللي جنبكم. الارض اللي كان بيحط فيها الاقفاص. الظاهر انها غاليه عليه. ايوه يا اختي، مش كان بينام فيها؟ سامع يا حمدي يا ابني؟ سبحان الله، متولي يبقى غني بالشكل ده وانا اللي تعبت في التعليم مش عارف اتجوز لدلوقتي. ارزاق يا ابني، ده انا كنت يوماتي ابعت له الفطار بتاعه من عندي. مالك يا ابني؟ ايه اللي مزعلك؟ ها؟ لا مفيش. ايه لسه حكايه الهام مضايقاك لدلوقتي؟ اعمل ايه يا ماما؟ شوفي بقالنا كام سنه جيران وبرضه مش قادر حتى اخطبها. والله يا ابني انا لو كان حيلتي حاجه كنت بعتها عشانك. يا الهام يا بنتي، كفايه بقى وقفتك كده قدام المرايه. بالذمة يا ماما، ها ايه رأيك بقى بذمتك في واحدة في الحارة في جمالي ده؟ ايه يا بنت ربنا يزيدك، بس مش كده يا ماما يا ماما، انا الحارة دي ما تناسبنيش يا بنتي. احمدي ربنا بقى. يلا بقى اللي حمدي واقف لك في البلكونه مستنيكي. نفسي يا ماما البس وتبقى عندي فساتين كتير. ده انا شفت حتة فستان في الفيلم اللي شفته امبارح في التلفزيون. اديكي بتشتغلي وابقي جيبي من مهيتك اللي على كيف. ماهية ايه بس يا ماما؟ هي الحاجات اللي انا عايزاها تجيبها الماهيات برضو. بكره لما تتجوزي حمدي ربنا يوسع عليكوا وتجيبي اللي انت عايزاه. حمدي يا خبر، ده تلاقي حمدي زعل. انا نازله بقى يا ماما. حمدي يا حمدي. ايه اتاخرت ليه؟ اديني نازله اهو. بص فوق يا مسعود. في ايه يا بيه؟ البت اللي في البلكونه دي. بنت حلوه قوي دي، بتكلم واد في البلكونه اللي قصادهم. اصلهم بيحبوا بعض من زمان. ايش عرفك يا متولي بيه؟ لا اصل باين على وشهم يعني. يا سلام يا بيه، تفهمها وهي طايره. عمال اقابلك سرقه من ابوكي، امتى هنرتاح بقى؟ ما انت عارف ان بابا ده صعب قوي. خلاص اجي انا وماما نكلموه. هتكلمه تقول له ايه بس؟ اخطبك يا الهام ولا انت عندك مانع؟ انت عارف يا حمدي انا بحبك قد ايه، بس انت عارف بابا ما هي حاجه بالمره يا بلاش. ايوه بس انا ما اقدرش اقعد مستني كده لغايه ما يجي واحد يلهفك مني. استنى بس والنبي يا حمدي، استنى هنا شويه. شايف الفرو اللي في الفاترينا ده؟ ياه ده جنان فعلا فرو جميل قوي، ده يليق عليا قوي. يا سلام يا سلام لو يتحط على كتفي ده. ياه ربنا يسهل لنا واجيب لك احسن منه يا ستي. معقوله يا حمدي بقى بمرتباتنا دي نقدر نعمل بيها حاجه؟ ربنا موجود. يلا بينا بقى، مش معقول هنفضل واقفين كده قدام الفاترينا. ما تستنى يا اخي شويه، ده في حاجات جوه اجمل واجمل. يلا يا الهام، هو انت مش هتبطلي هوايه الفرجه دي؟ ها يلا بينا. بقول لك ايه، انا عازمك على كوزين ذره، ايه رايك؟ ذره؟ ماشي، احنا لقينا احسن من كده وقلنا لا. طيب خليكي واقفه هنا، انا جاي بسرعه. ازيك يا الهام؟ نعم، مين سيادتك؟ انا متولي، هقلع لك النضاره علشان تعرفيني. متولي؟ مش معقول. طبعا واقفه مستنيه حمدي. ايوه لكن انت ايش عرفك؟ ما انا كنت بشوفكم وانتوا حاطين ايديكم في ايدين بعض ورايحين المدرسه وانتم لسه صغيرين يعني، وكمان شفتكم مع بعض اكتر من مره وانا راكب العربيه. جميله قوي العربيه بتاعتك دي. انا لسه شاريها من شهرين بس، اصلي بغير العربيه كل سنه. ياه ده انت اتغنيت قوي كده. خير ربنا كتير. امسكي يا الهام الذره سخن. مين؟ متولي؟ ازيك يا حمدي؟ برافو عليك، عرفتني على طول. لا ما انا عرفتك من العربيه، اصلي شفتها في الحاره من ساعتين. اصلي اتفقت مع اصحاب الارض اللي جنبكم هشتريها واعملها مخازن،
البضاعة كتير والمخازن بتاعتي مش مقضية. اتفضلوا اركبوا. لا لا متشكرين، احنا هنتمشى شويه وبعدين نروح. لا لا لا، ده ما ينفعش ابدا. انا عازمكم النهارده على حسابي. لا متولي ما يصحش. يلا يا جماعة، ده احنا متربيين سوا. يلا يا الهام اركبي. وبتشتغل فين دلوقتي يا حمدي؟ اتخرجت من كليه التجاره وبشتغل محاسب في شركه قطاع عام. عظيم. وانت يا الهام؟ أنا شرحه. وانت بتشتغل فين يا متولي دلوقتي؟ انا بقى اشتغلت في كل حاجة، انما دلوقتي عندي شركة استيراد وتصدير. استيراد وتصدير؟ ايوه. خد كارت اهو، وابقى تعالى اشرب قهوة عندي في المكتب. هجيلك باذن الله. ايه رأيكم في السهرة الجميلة دي؟ بصراحة أنا هفضل أحكي بيها العمر كله، دي حاجات أول مرة أشوفها. ولا إيه رأيك يا حمدي؟ طبعا طبعا. وتحكي بيها ليه العمر كله؟ انا ممكن افرجك على حاجات احسن من دي كل ليلة. ايوه بس احنا غرمناك فلوس كتير، مش معقول كده. فلوس ايه يا راجل؟ خير ربنا كتير. يا خبر، ده أنا اتأخرت قوي. هقول لهم إيه دلوقتي بس؟ انا هوصلك لغاية البيت. لو النبي أنت تنزلنا بعيد شوية، أحسن بعدين حد يشوفنا. طيب، مع السلامة. متشكرة قوي. مع السلامه يا متولي، هبقى اجي الشركه عندك. انا مش فاهم انت مهتم بالبت دي ليه؟ فعلا يا مسعود، انا مش عارف زيك ايه الحكاية. يا بيدي بنت رفيعة عاملة زي العيانة، وبعدين انت بتقول انها بتحب الواد التلميذ اللي قدامهم ده. ما هو ده اللي هيجنني. الله، طب ما تشوف لك واحدة غيرها، وانت اي واحدة تتمناك. لا، انا احب الحاجات دي. صفقة بين اتنين، يا هو يكسب يا انا اكسب، وطبعا انا اللي هكسب. طب يلا بينا نسهر عند هاجر الرقاصة، دي هتنسيك البت ديت واللي خلفوها كمان. ماليش مزاج لهاجر ولا غيرها. نورتي البيت يا ست ام حمدي. بوجودك يا ست ام الهام، دي الهام بنتي. سلام عليكم. اهلا اهلا وسهلا. ازيك يا ست ام حمدي؟ اهلا بيك يا عبد العزيز افندي. ازيك يا عمي؟ انا جبت ماما عشان نتفق. الله، طب مش نقعد مع بعض الاول؟ ده الست والدتك ما بتزورناش الا فين وفين. اصل حمدي ابني مستعجل، خايف الهام يعني حد يخطبها قبله. ده كلام ده برضه يا ست ام حمدي. طب ده حمدي ابني متربي قدامنا، واحنا بقى ما نلاقيش عريس لإلهام زي. ايوه يا حمدي يا ابني، انت زي ابني، بس الاصول اصول. انت طبعا عارف الغالة دلوقتي. ايوه يا عبد العزيز افندي، عارفين يا اخويا كل حاجة. عشان كده لازم نتفق على كل حاجة. انا ماهيتي على قدي، وعندي زي ما انتم عارفين غير إلهام، وكلهم لسه ما خلصوش تعليم. ايوه يا عمي احنا عارفين كل حاجه. عشان كده لازم تعرف ان انا ما اقدرش اجيب جهاز، يعني بالعربي كده انتوا اللي تجهزوا. وانا ما عنديش مانع. ايوه، وكمان إلهام بتساعدني بجزء من مرتبها. ايوه بس احنا هندفع اقساط الجهاز من مرتبي ومرتبها. طب والشقة؟ خلاص يا عمي، اهو اخطب دلوقتي وبعدين ايه؟ انت لو قدرت تجيب الجهاز دلوقتي، طب والشقة هتعمل فيها ايه؟ ولا كنت ناسيها؟ يا عبد العزيز افندي كله يتدبر يا اخويا. ايوه يا ست ام حمدي، ما قلناش حاجة، بس انا ما اقدرش اقعد بنت جنب مني بالخمس ست سنين والاسم مخطوبة. بس يا عمي ما تزعلش مني يا ابني، اهي إلهام موجودة قدامك، ولما تجهز نفسك من كله انا مش هتأخر. خدها سيرة، بلا هاجر بلا غيره. ايه بس يا متولي بيه، مش هاجر دي اللي كنت بتدوب فيها؟ يا بني آدم افهم، احنا زهقنا من هاجر واللي زي هاجر، عايزين نغير. النفس طالبة حاجة تاني. لسه برضو البنت اياها ديت شاغلة بالك؟ انا بفكر في حاجة. ايه رأيك يا مسعود لو خلينا ابو البنت دي هو اللي يشرف على بنى المخزن اللي في الحارة اللي هناك؟ بس يعني ايوه، هي دي الطريقة اللي اوصل بيها للبنت. يا ماما انا خلاص زهقت، دي متسدده في وشي من كل حته. يا ابني يا حبيبي مش كده. طب اعمل ايه بس؟ بقول لك ايه، ما تشوف لك شغلانه بعد الظهر، يمكن تقدر تعمل حاجه. شغلانه ايه يا ماما بس؟ انت مش بتقول
إن متولي بقى عنده شركة دلوقتي. طب ما تروح يمكن يلاقي لك شغلانة عنده. انا اشتغل عند متولي يا ماما؟ وهو عيب يا ابني؟ يمكن ربنا يفتحها عليك وتبقى غني زيه. انا علشان الهام اعمل اي حاجه انا هروح له. دي فرصة سعيدة قوي. ده انت نورت يا حمدي. الله يحفظك. انا بس كنت عاوز اي خدمة يا حمدي، ده احنا عشرة قديمة. ايه، عايز فلوس؟ اؤمر، انا معايا فلوس كتير قوي. لا لا لا، متشكر جدا. انت عارف ان انا متخرج من كليه التجاره، يعني ممكن الاقي عندك شغلانه بعد الظهر ليا؟ قوي قوي. يا سلام يا حمدي، ده انا كنت عايز ابعت لك علشان كده. اصل الشركة بتكبر يا حمدي ومحتاج محاسبين كتير. وانا تحت امرك. اصل انا حسيت كده لما شفتك في السهرة مع الهام انك يعني ما تاخذنيش متضايق، والبني ادم دلوقتي ما يتضايقش الا لما يكون محتاج فلوس. فعلا انا محتاج فلوس عشان اتجوز الهام. قلت ايه يا عبد العزيز افندي؟ يا ابني انت شرفت حارتنا والكل بيتكلم عنك، وانا يشرفني ان اخلي بالي من شغل المقاول اللي هيبني المخزن. وايه هتكون لك ما هي يعني يا ابني ده انا اخدمك من غير حاجة خالص. خلاص يا الهام. انا باخد من متولي مبلغ معقول. يعني في امل. بس انت خاسس قوي يا حمدي، انت بتسهر كتير في الشغل ولا ايه؟ مش مهم يا الهام، المهم اقدر احقق اللي انا عايزه. ايوه يا حمدي، بس صحتك، ده انت عمال تكح من ساعة ما قعدت. لا لا، دي حاجة بسيطة خالص. اصلي سهرت في الجمرك ليلة امبارح عشان اخلص على البضاعة، والجو على البحر ساقع قوي. نورت البيت يا متولي بيه. بوجودك يا عبد العزيز افندي. دي مراتي ام الهام، ودي الهام بنتي، طبعا عارفهم. ازيك يا ابني؟ ما كانش فيه لازمة لكل الحاجات اللي جبتها معاك دي. ازاي الكلام ده؟